لديك محمد. نعم سهام، لنبدأ أولا من تصريح الأمم المتحدة أن 5576 مدنيا عراقيا على الأقل لقوا حتفهم بسبب أعمال العنف من بداية السنة، إضافة إلى 11665 جريح. طبعا هذه الإحصائيات التي أعلنت عنها اليوم الأمم المتحدة، وهي إحصائيات قد لا تعني بالضرورة الرقم الحقيقي لصعوبة حصر الضحايا والجرحى في ساحة ملتهبة مثل العراق. نبدأ بصلاح الدين. صلاح الدين، معارك الكر والفر في منطقة في قاعدة سباكرة وقاعدة كلية القوة الجوية ما زالت قائمة لحد هذه اللحظة. اليوم الثوار يعتمدون على قصف الأبراج التي يتحصن فيها قوات المالكة أو قناصة قوات المالكة. الحديث اليوم كما أوردت في بداية الخبر عن خسائر في صفوف الجانبين، إلا أن وأيضا حرق لمجموعة من الطائرات الجاثمة في القاعدة. هنالك أيضا قصف لطائرات المالكي لمنطقة المجمع السكني في حي النفط في منطقة بيجي. الضلوعية أيضا كانت مسرحا لاشتباكات بين قوات المالكي والمسلحين المناهضين لهم على اختلاف مشاربهم. اليوم أعلنت السلطات المالكية عن عثور على 20 جثة مجهولة في نهر دجلة قرب قضاء سامرة، وهذه المنطقة التي تنشط فيها المتطوعين المساندين للمالكي. هناك قصف على الحويجة في كركوك. في ديالى هنالك معارك مستمرة في الهارونية والمنصورية وفي بهرز. أيضا نتحدث اليوم الفلوجة الحصيلة النهائية 1986 جريح و586 لحد هذه اللحظة قتيل منذ بداية الأزمة. المسلحون أيضا ينتشرون في منطقة الرشيدية في الموصل، وهنالك معارك مستمرة في جرف الصخر. طبعا جرف الصخر لها أهمية جغرافية، فهي تتصل بعامرية الفلوجة وتتصل بمناطق أخرى ملتهبة يعني وتسكنها غالبية من قبيلة الجنابيين. البصرة اليوم شهدت حالة جديدة أن هناك يعني انتشار للمتطوعين للحفاظ على الأمن بعد أن سحب المالكي القطاعات العسكرية في البصرة إلى المناطق المتوترة. هذا كل ما لدي سهام. شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التفاصيل حتى اللحظة.